السلام عليكم. النهارده هنعمل البيتي فور. مكوناتها ايه؟ انا معايا هنا ده كيلو دقيق منخول، كيلو دقيق منخول اللي هو بتاع الكحك والبسكويت، كيلو دقيق منخول. ومعايا 3/4 كيلو زبده، يعني كيلو الا ربع زبده، كيلو الا ربع زبده. ومعايا كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص سكر برضو منخولين. ومعايا هنا معلقتين كبار كاكاو، معلقتين كبار كاكاو، وتلاتة فانيليا، 3 فانيليا، وتلات بيضات. الفانيليا للبيض، كل بيضة عليها باكو فانيليا، كل بيضة عليها باكو فانيليا. أول حاجة هعملها هدعك الزبدة دي شوية، وبعدين أحط عليها السكر وأدعكها لغاية لما تبقى كريمة، هدعكها لغاية لما تبقى كريمة زي ما بنعمل كده في البسكويت. هدعكها وارجع لكم تاني. انا كده اهو فككتها، هحط بقى عليها السكر، كوبايه ونص سكر، بسم الله، وادعكم بقى مع بعض. انا ضربت الزبده اهو، البني ده يا جماعه كاكاو. هحط بقى بيضه بيضه واحط عليها الفانيليا، دي بيضه بيضه، وبرضو اتوهها واخليها تروح خالص ما تبانش. بسم الله الرحمن الرحيم. في الزبده انا حاطه زبده الاول ودعكت بالسكر، هما الاتنين مع بعض لما بقوا كريم. بعدين احط البيضه، بيضه بيضه 3 بيضات وعليهم الفانيليا. بسم الله. انا حاطه دي الزبده والسكر نحطهم معلقه عشان نبقى الاخر. كل اهي حط عليهم الفانيليا اهو. وتقلبي كده برضو تضربي في الجوانب اهي كده. خلاص راحت هي كمان. شوف بقت كريمه ازاي. لو عندك مضرب اضربي بالمضرب. هبتدي احط بقى الدقيق. الدقيق ده كيلو دقيق منخول، بسم الله الرحمن الرحيم. وهلمه بصوابع ايديا كده، مش هعجن. بسم الله بسم الله. هبتدي بقى ان انا اجيب الزبده والبيض والسكر والفانيليا وندعكهم كده، ومش ندعكهم، بصي نعمل كده اهو بصوابع ايدينا، نلم العجينه. هلمها بقى واجيلكم. انا هنا عجنت ديت اهي، ركنتها، والتانية اهي عملتها بالكاكاو. انا حاطه معلقه الزبده دي لان انت ما بتحطي البودره الخام ديت بتنشف العجينه شويه، فانا بحط حته الزبده دي عشان تاخد معاها تبقى طريه. عندي هنا حاجات التزيين، انا عندي سوداني، السوداني ده بتاع الحلويات، هجرشه واخد منه شويه، وعندي الفرماسيل، وعندي جوز هند اهو برضو، وعندي شوكولاته بيضه وشوكولاته دارك، وعندي شوكولاته للتزيين كمان. دي الحاجات اللي انا هزين بيها. هروح بقى اشكل واولع الفرن عشان يلحق يسخن، واشكلهم بقى واحطهم في الصواني واوريها لكم. انا حطيت عليهم الاكياس وغطيتهم عشان ما ينشفوش هما الاتنين. انا نسيت اقول لكم ان انا كمان جايبه مربى مشمش، هي اللي هحطها بين الطبقتين وهزين بيها. انا حطيت عينه اهي، هحطها في الفرن بعد ما سخنته. هحطها في الفرن على درجه حراره 170 او حسب فرنك، انت اللي بتبقى حافظه فرنك اذا كان هو حامي ولا مش حامي ولا متوسط، انت اللي تقدري تحكمي عليه وتقدري تعملي الحراره بتاعتها.
انا هحط دول بقى واشوف النتيجة ايه. انا طلعت العينة اهي حلوة، ما نفشتش زي ما انا كنت عاملاها اهي، بس في ايه، عايزة اتك عليها سنة صغيرة كمان. هي بصي استوت من ورا وبقت حلوة، بس لسه سنة صغيرة. وادي ايه التركيبات بتاعت الفطار اهي اهي، حاطة في الفرن وهكمل تاني. ده كده البيتفور بعد ما سويته اهو، واشكاله حلوة، في اشكال كتير اهو اهو، اشكال حلوة قوي. وده البني بتاعه اهو، ولسه كمان في صينية في الفرن. ما شاء الله الكيلو طلع كمية وفيرة يعني تعمل كتير. بالهنا والشفا. انا معايا كده الحاجة اللي انا هزين بيها اهو، سوداني مجروش. ده كان سوداني انا جايباه صحيح وضربته في الكبة على تقطيع كده اهو عشان يبقى كده. وده جوز هند، وده فرماسيل، ودي شوكولاتة مش عارفة هتنفع ولا لا، بس هجربها، اللي هي شيبسي صغيرة. ومربى، دي مربى مشمش. ودي شوكولاتة دارك وشوكولاتة بيضة. انا بعد ما اطفي الفرن هحطهم في الفرن يسيحوا على سخونية الفرن، ولما اخلص بقى هوريكم انا عملت ايه. الشوكولاتة اهي طلعتها من الفرن، يا دوبك قعدت بتاع دقيقة كده او دقيقة ونص، مكملتش دقيقتين. بص سحب بكل سهولة، وحط لها معلقة زيت واحدة، زيت ذرة عشان تديها اللمعة. ونفس الشيء الشوكولاتة التانية اهي اهي، مفيهاش اي كلاكاو ولا اي حاجة، ساحت كلها. وبرضه حطيت عليها معلقة زيت من المعلقة دي، معلقة زيت عشان تديها لمعة. هبتدي بقى اشكل. انا هنا بشكل، انا حطيت هنا كل اتنين شكل بعض بينهم مربى. احط الغامق في الشوكولاتة البيضة كده، واحطها هنا اهو بالشكل ده، واسيبها تنشف. عندي واحدة تانية اهي، النجمة دي نص ونص اهي، الشوكولاتة البيضة برضو، واحطها والسودان المجروش بالشكل ده، واسيبها تجمد شوية. هكمل بقى.